الفيديو بتاعنا النهاردة جميل ومميز. كلنا بنحتار في السندوتشات بتاعتنا، يا ترى هنعمل ايه سندوتشات؟ ممكن يستخدم للفطار، للغدا، للعشاء، مع الاكل بتاعنا العادي. شايفين جميل جدا، وما تفرقوش عن بتاع بره، بالعكس هيبقى احسن واحسن منه. هو اللانشون البيتي اللي باللحمة طبعا. فوائده كتيرة جدا. وعشان تعرفوا الطريقة بالظبط تابعوا الفيديو. يلا بينا نشوف الطريقة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. النهاردة هنعمل مع بعض لانشون اللحمة. أيوة، لانشون اللحمة. في غلا اللحمة ده هنعمل لانشون جميل جدا جدا وتحفة، هيعجبكم جدا جدا. المكونات سهلة وبسيطة وموجودة عندك في البيت. أنا هعمل اللانشون ب3 بيضات، وعندي نص كوباية من الزيت، وقطعة لحمة مفرومة، قطعة صغيرة مش حاجة يعني، ممكن تعمليه بمعلقة بس لحمة مفرومة. وعندي قطعة جبنة قريش طبعا. ممكن تستخدمي جبنة نستون، أنا استخدمتها قبل كده واستخدمت الجبنة القريش جميلة جدا. وعندي ربع كوباية من النشا وربع كوباية من الدقيق، خلطهم مع بعض. عندي التوابل بتاعتي: توم باودر، بصل باودر، بابريكا عشان اللون، انا ما بحبش الالوان الصناعيه. وعندي هنا فلفل اسود، وعندي حبهان مطحون باودر، وعندي ملح طبعا عشان انا مش هستخدم خالص مرق الدجاج في الوصفه بتاعتي خالص، فطبعا هزود حبه ملح شويه. طبعا ما تبقاش حادقه يعني، انت تبقى ايه، اديكي ميزان كده. هبدأ بقى ان انا اخلط البيض مع الزيت مع الجبنة مع اللحمة مع بعض في الاول، واحط عليهم التوابل. طبعا الكبة بتاعتي فرمت فيها اللحمة دلوقتي اهو. هستخدم بسم الله، احط البيض. ممكن تستخدمي طبعا ضعف الكمية مع ضعف المقادير اللي انا بقولك عليها. واحط الزيت، واحط اللحمة المفرومة معايا، واحط الجبنة القريشة اهي. يعني الجبنة القريشة مفيدة جدا ومغذية. واحط التوابل بتاعتي مع بعض، وبعد كده هبدأ ان انا اخفقها مع بعض. بعد ما امتزج الخليط بتاعي هبدأ بقى انزل بالدقيق والنشا بتاعتي عليهم، وابدأ اخفق كمان. هقفل عشان ما اطولش الفيديو عليكم. ادي الخليط بتاعي بسم الله. شايفين القوام بتاعه تقيل. هبدأ بقى ان انا احطه في ايه، ممكن تحطوه في مجات شاي ازاز تفرقع، لا ما تفرقعش. وانا جربت معاكم قبل كده في تصوير ان انا هعمل في مج الشاي وعملته وما فرقعش ولا اي حاجة. عندي هنا كوباية الومنيوم، هعمل فيها طبعا اللانشون بتاعي. هبدأ ان انا طبعا احط مش الكمية كلها لغاية ما تسيح، لان هي اللانشون بتاعي الحجم بتاعه هيتضاعف، فهحط كمية كده معقولة في الكوباية واسيب شوية فراغ، ونغطيها بالورق بالستريتش بتاعنا او اي كيس تاني، ونحط مية مغلية على البوتاجاز ونشوف مع بعض نعمله ازاي. ايه ده حبايبي، بعد ما حطيته في الكوبايه الالومنيوم، كوبايه ستانلس اهو. طبعا تدهني الكوبايات كويس جدا بالزيت كده. هحطهم على النار اهو حبايبي. حطيتها في الميه المغليه، طبعا هغطي عليهم بالغطا بتاع الحله واسيبهم يستووا يعني حوالي ساعه كده. بعد ما تغلي الميه خالص هوطي البوتاجاز خالص على الهادي عشان تستوي كويس معايا، اللانشون يستوي سوري. هرجع لكم بعد ما يستوي ونشوفه مع بعض. ادي حبايبي اللانشون بتاعنا بعد ما قطعته، طبعا هو سخن فقطعته وهو سخن في الشكل ده. هو جميل خالص ورقيق كده وطعمه تحفة تحفة يعني. هيعجبكم جدا. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. بحبكم في الله، مع السلامة.